السادة الوزراء المحترمين، زميلاتي زملاء النواب المحترمين. سيد الوزير، حول توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل نسائلكم. السيد الوزير، نشيد في فريق الأصالة والمعاصرة بالمجهودات اللي كتبذلوها من أجل النهوض السيد الوزير بهذه القضية ديال التشغيل، وخاصة فيما يتعلق بالتطوير ديال هذه الآليات ديال التدريج المهني. لكن السيد الوزير، التدرج المهني لازال يحتاج لواحد العدد ديال الإصلاحات من خلال كيف قلتوا الجمع بين النظر داخل مراكز التكوين والممارسة العملية داخل المقاولات. كذلك يجب العمل على توسيع السيد الوزير القاعدة ديال المستفيدين باش تشمل الشباب والشابات، خصوصا المنقطعين عن الدراسة وخصوصا في العالم القروي. أنا كنهضر مثال على المنطقة اللي كنعرف، إقليم قلعة السرغنة اللي كنمثل، كنعرف واحد العدد ديال المنقطعين ديال الدراسة وجالسين في الدواور في العالم القروي. لهذا السيد الوزير كنطلبوا منكم وكنناشدكم تفكروا كيفاش يمكن لهاد الشباب ديال العالم القروي والشابات كيفاش يمكن نقربوا لهم واحد شويه هذاك التكوين المهني، من خلال اولا كاين واحد العدد ديال المراكز ديال الفلاحه اللي كانت غير مسدوده دابا في اطار التضامن الحكومي او في اطار شراكات مع وزاره الفلاحه. كنلتمسوا باش تشدوا الى يمكن هذوك المحلات باش نقربوا واحد شويه، لانه التكوين المهني للشباب والشابات، وكلنا كنعرفوا باللي هذه القضيه غادي تنقض واحد العدد ديال الشباب والشابات من البطاله. وشكرا السيد الوزير على المجهود. هناك